ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. خلاص رمضان على الأبواب. وفيديو النهاردة هنجهز وهنعمل أحلى وأجمل وأسهل مخلل بالطريقة المظبوطة بدون أي افتكاسات، وهقولك ازاي يفضل مقرمش معاكي لآخر حتة، وازاي تحفظيه بدون ما يفسد منك، وهقولك كمان ليه بيطرى وليه بيعمل ريم أبيض على الوش. أهم حاجة إن احنا نعمل مخلل يكون مقرمش ولذيذ وكمان شكله حلو وكمان محتفظ بالقيمة الغذائية بتاعته. وهقولك المحلول الملحي المظبوط ازاي تظبطي الملح. نسمي الله ونشوف الطريقة. اول حاجة هنعمل مخلل الخيار. بنختار الخيار اللي يكون صغير لو احنا هنعمله كده سليم، ويكون الخيار جامد مش طري، وكمان يكون فريش وطازة. ما يكونش ابدا الخيار دبلان، دي حاجة مهمة جدا، لان لو دبلان هتعمليه لما هتيجي تعمليه في المخلل هتلاقيه طري معاكي ومش بيقرمش. مهم جدا الخيار يكون طازة، ويا سلام لو يكون خيار بلدي طبعا بيكون افضل جدا. لكن لو مفيش بلدي مفيش مشكلة. ببتدي طبعا اغسله كويس جدا وبقطعه كده بمكان الزهرة من الناحيتين، وببوزة السكينة كده بعمل فيه فتحات كده بسيطة علشان المحلول الملحي يدخل داخل الخيار ويبتدي يتخلل بطريقة صح. يدوب كده بس بطرف السكينة. انا معايا هنا نص كيلو من الخيار، عملته بالشكل ده هخلله سليم زي ما هو. بعد كده نيجي بقى للبرطمان. انا بفضل جدا ان احنا نعمل فيه برطمان ازاز، نغسله كويس جدا وننشفه ونبتدي نعقمه في الفرن او على عين البوتاجاز. يعني انا بفضل الخطوة دي بتحفظ المخلل لفترة طويلة، وكمان بيكون افضل في التخليل. طيب لو ما عندكيش بقى برطمان ازاز تعملي ايه؟ آه، ممكن تستخدمي برطمان بلاستيك، لكن لازم يكون عليه رقم 5 من تحت في المثلث عشان ما يحصلش تفاعل ما بينه وما بين المخلل، وكمان المخلل ما يفسدش منه. انا كده برص الخيار ومعايا قرن فلفل شطة كده احمر، هحطه كده سليم بخرمه بس كده بالسكينة، وهبتدي ارص المخلل بالشكل ده. ببتدي اظبط البرطمان بتاعي كويس، حتى لو واحدة ما جاتش مظبوطة ببتدي اشيلها واحط واحدة تانية لغاية لما اظبط البرطمان ويكون كله مكبوس كويس قوي داخل البرطمان. يبقى اهم حاجة ان احنا بنغسل البرطمانات كويس جدا ونعقمها. انا بفضل برطمان ازاز. انا هنا عملت فيه برطمانات صغيرة، تقدري طبعا تعملي برطمانات اكبر لو يعني انتوا عيلة او يعني بتعملي كمية كبيرة، لكن انا بفضل ان اعمل اول باول واستهلكه. بعد كده بجيب معايا هنا نص معلقة من الهريسة، انا كنت بحافظاها عندي في الفريزر او فريش مفيش مشكلة، وعصير ليمونة. بس كده، بس كده. وبعد كده هنضيف بقى المحلول الملحي بتاعنا او المية بتاعتنا، وده هقول لكم هنعمله ازاي بالظبط، وهقول لك المقادير بتاعته مظبوطة. تابعيني في الفيديو لان ده هو اساس عمل المخلل. بعد كده بنضيف المحلول بتاعنا، محلول الملحي ده عبارة عن مية وملح وسكر. انا مش بضيف خل على الخيار يعني لعدة اسباب. اولا المخللات بيكون فيها بكتيريا نافعة، والخل بيقتل البكتيريا النافعة دي، فاحنا عايزين نعمل مخلل ونستفيد كمان بالقيمة الغذائية اللي فيه. دي حاجة. الحاجة التانية بيخلي المخلل يستوي بسرعة جدا، وكمان ممكن يدوب معايا. انا مش حابة ان هو يستوي بسرعة، انا عايزاه يستوي بالوقت المظبوط بتاعه، لان ده بيخلي البكتيريا النافعة تنشط فيه وتبتدي تتكون، وابتدي اكل حاجة مش بس مالحة، لا تكون كمان حاجة مخللة لكن فيها قيمة غذائية. وده اللي مش بيتعمل بره، لان بره فيه تسوية سريعة وفيه مواد حافظة وفيه اضافات كتيرة جدا علشان بس يطلع مخلل. لكن مش مهم القيمة الغذائية، لكن طالما بنعمل حاجة في البيت يبقى نعملها مظبوط. بضيف بقى عليه كده المية، ومهم إن جدا ان المية تغطيه تماما. بحط بقى كيسة كده من البلاستيك على الوش، وببتدي اقفل البرطمان كويس جدا، وبشيل بقى الزيادات كده عشان يكون شكله ظريف. بتأكد ان هو اتقفل كويس، وكده خلاص بحطه على جنب. شايفين بقى شكله حلو ازاي؟ الخيار مش بياخد وقت طويل قوي، يعني يومين 3 بالكتير هتلاقوه استوى. المخلل ده بقى مش معروف قوي يعني، بس كانت امهاتنا زمان دايما بيعملوه، وهو مخلل الكرنب. لما بتيجي تعملي الكرنب للمحشي بيكون فيه العروق او العصب بتاعة الكرنب، دي مفيدة جدا وفيها كمية من الفيتامينات هائلة جدا.
دي طبعا ماما كانت بتعملها لنا زمان مخلل، وكان بيبقى طعمها حلو قوي مع الفلفل كده، بتبقى حاجة في منتهى اللذاذة. قولولي بقى اذا كنتوا فعلا بتعملوه ولا لا. بس انا قلت اعمله لكم لان هو برضو حاجة من المخللات اللي بتتعمل في مصر وحلوة قوي. بجيب برضو برطمان معقمة بنفس الطريقة، ولو بلاستيك زي ما قلت لكم الفكرة ايه هي. ببتدي بقى احط كده، طبعا ده بيكون بعد ما بنعمل الكرنب، فطبعا بيكون مسلوق اللي هو السلقة مع الكرنب، يعني مسلوق بسيط. بقطعه بقى قطع صغيرة كده، وببتدي ولو في حتة كبيرة ولا حاجة ببتدي انا اظبطها كده بالسكينة. ولو في الورق اللي هو ده برضو بيبقى لطيف جدا، مخلل الكرنب من الحاجات الحلوة جدا. عايزه اقول لكم بحر المخللات ده واسع قوي. احنا ده الجزء الاول، وهعمل لكم ان شاء الله جزء تاني. كنت عملت لكم مخلل الفلفل هنا على القناه، مخلل الفلفل الهالبينو بطريقه حلوه قوي، وناس كتيره جدا جربته وعجبها. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو في صندوق الوصف. انا حطيت بقى شويه من المخلل، وهبتدي احط شويه كده من الفلفل الاخضر، بيبقى حلو جدا في المخلل وبيدي نكهه حلوه قوي مع المخللات. تقدروا تحطوه حراق او بارد زي ما تحبوا. انا هنا حطيت فلفل بارد لاني هحط بعد كده معاه هريسة، فمش محتاجة ان انا احط فلفل حراق او يبقى سبايسي جامد. انا بحط بس كده لان انا بحب يبقى فيه تيست كده خفيف من الحمياني. وحطيت بقى هنا برضو دي كده قطع من الفلفل الاحمر، سواء بارد او حامي زي ما تحبوا. هي بتدي بس كده يعني شكل حلو قوي في البرطمان، وكمان بتدي طعم حلو. بصوا بقى شكله حلو ازاي، وكمان لما تجربوه طعمه بيكون لذيذ جدا. وزي ما قلت لكم الكرنب بيبقى غني جدا بالفيتامينات. احط بقى معلقه من الهريسه، ودي طبعا حسب الرغبه. لو مش حابه تحطي هريسه حراقه ممكن تحطي فلفل احمر مفروم زي ما تحبي، لكن بتدي طعم حلو جدا. وببتدي احط المحلول الملح بتاعي. برضو المحلول ده عباره عن ميه وملح وسكر. مهم جدا السكر، لان السكر هو اللي بيخلي الحاجه معانا مقرمشه. بغطي اهم حاجه ان انا اغطي المخلل، الميه تكون مغطيه المخلل من فوق، ما يكونش فيه اي حاجه باينه. بكبس البرطمان كويس جدا وبغطيه الميه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بجيب كيسه بلاستيك او شريحه من البلاستيك، وببتدي اقفل البرطمان بتاعي كويس أوي. بحركه بقى كده عشان تختلط كل الحاجات مع بعض، عشان حطينا هريسه على الوش، وبيبقى بالشكل ده. شكله حلو جدا ولطيف قوي. وببتدي بس اشيل بقى لو في اي زيادات كده، بس ده عشان المنظر، يعني عشان يكون شكله حلو وما يبقاش يعني ايه شكله مش لطيف. المحلول الملحي بتاعنا عبارة عن ايه، وانا هعمله لكم تفصيلا في الفيديو. المحلول الملحي بيكون عبارة عن لتر من المية، في 4 معالق ونص كبار من الملح، ومعلقة كبيرة ممسوحة من السكر. ده المحلول الملحي. وانا بعد ما نعمل الجزر هعمل لكم المحلول الملحي بالتفصيل قدامكم تشوفوه بيتعمل ازاي. بعد كده انا هعمل هنا مخلل الجزر. الجزر من الحاجات الحلوة جدا في المخللات. بنجيب طبعا الجزر، وتكون برضو يكون طازة فريش، يكون الحباية بتاعته تكون متماسكة. لكن ما يكونش من الجزر الناشف، لان في جزر بيكون ناشف جدا. فمهم ان الجزر يكون لونه كده حلو، ويكون كمان طازة. بقى ابتدي اقشره كده بالقشارة، بنشيل كده قشرة خفيفة، ولو في اي حتت كده ممكن نحس ان هي شكلها مش حلو او تعب، نبتدي نشيلها زي ما انتوا شايفين كده. برضو الجزر من الحاجات الحلوة قوي، والجزر والخيار بيبقوا ميكسد قوي مع الفلفل. يعني الجزر والخيار ينفعوا يتخللوا قوي مع الفلفل، وبياخدوا طعم من بعض، بيدوا طعم حلو. لان الجزر بيكون يعني مسكر شوية، لما بنحط معاه بقى فلفل بيبقى الطعم بتاعه كمان احلى. زي ما انتوا شايفين كده بنعمله بالشكل ده. طريقة التقطيع بقى بيكون معاكي قطاعة كده بتاعة البطاطس او المخلل زي دي، او بسكينة عادية مفيش مشكلة. طبعا القطاعة دي متوفرة دلوقتي كتير جدا باشكال كتير مختلفة، تقدري تعملي بيها او تعملي بسكينة. وبنبتدي نقطعه مثلا. ده انا هوريكم كذا تقطيعة، انتي اختاري التقطيعة اللي تعجبك. دي مثلا كده دواير، تقدري تعمليه دواير كده بالشكل ده. ولو الدواير كبيرة تقدري تقطعي الدايرة نصين بالشكل ده. ده كده شكل. انا هنا بس هعملهم كلهم تقطيعات مختلفة علشان بس اوريكم طريقة التقطيع.
انك انتي ازاي تقدري تقطعيها. ممكن تعمليها دايرة لو الحلقات بتاعته كبيرة، وتبتدي تقطعيها صوابع زي ما وريتكم كده. مهم جدا وانتي بتقطعي على البلانشة تحطي تحتها فوطة او منديل عشان ما تتحركش معاكي والسكينة ممكن تعورك. ونخلي بالنا لان القطاعة او السكينة بتكون حادة جدا، وممكن يعني الجزراية تتحرك من تحت ايدك، خلي بالك وانتي بتقطعي. دي طريقة تقطيع تانية، ان انا مقطعة صوابع قصيرة بالشكل ده. انتي اللي بتتحكمي في الشكل بتاعك، بتتحكمي اذا كنتي تعملي كبير او صغير. الحتة الخضرا دي طبعا او البيضة دي لازم نشيلها ونستبعدها تماما. دي كده طريقة ان احنا برضو بنقطعه صوابع، لكن بطريقة يعني بيكون اقصر شوية. طبعا لو حابة برضو تقطعيها اطول من كده هوريكي تعمليها ازاي، وبتكون برضو شكلها لطيف. دي مجرد بس اشكال للتقطيعات. زي ما قلنا بقى حلقات، عايزة تقطعيه صوابع زي ما تحبي، عايزة تقطعيه كده وتقطعيه برضو بعد كده صوابع، مفيش مشكلة. كلها اشكال مختلفة، وكمان القطاعة دي بتديكي شكل كده مشرشر وبيكون شكله حلو ولطيف زي المخللات اللي بتتعمل بره بالظبط. لكن شكل التقطيعة انتي تقدري تعملي اللي تحبيه او الشكل اللي ترتاحي له. لو حابين نعملها بقى صوابع اكبر شوية، بنقطع بقى الجزراية على اكتر من قطعة بس تكون حجمها كبير شوية، وابتدي اقطعها كده على 3، وبعدين بقطعها صوابع بالشكل ده. الجزر بيطلع معانا حلو جدا ومقرمش وطعمه في منتهى اللذاذة. بصوا بتكون كده بالحجم ده. فانتي بقى براحتك اعملي، انا وريتك كذا شكل واعملي الشكل اللي يعجبك، ما فيهاش خالص اي مشكله. وعايزه اقولك شويه مخللات يعني هتعمليهم في ساعه زمن. انا ما بحبش اعمل كميات كبيره لان هما مش بياخدوا وقت، فانا بحب اعمل مثلا كميه تخلص اعمل غيرها. بيكون برطمان صغير كده فيه نص كيلو، فيه كيلو، فيه كيلو الا ربع، زي بقى ما دي بقى التقطيعات اللي احنا قطعناها كده المختلفه. مهم جدا ان المخلل يتعمل بطريقة صح ونحفظه كمان بطريقة صح. بعد كده بجيب قرن فلفل هنا حراق، ومعايا كمان قرن فلفل احمر مقطعاه كده صغير حراق برضو. بجيب البرطمان بتاعي اللي انا معقماه، وابتدي احط طبقات من الجزر والفلفل تشكيلة كده مع بعض. البرطمان لما بنقول ان احنا نعقم البرطمان، هي خطوة يعني لو مش حابة تعمليها ماشي براحتك، بس هي ضمانا لو انت هتخلي المخلل فترة طويلة عندك، دي ضمانا ان المخلل يقعد عندك ما يحصلوش اي حاجة. لو عندك مثلا برطمان بلاستيك هتغسليه كويس جدا. اهم حاجة بس ان هو ما يكونش بيتفاعل، يعني يكون عليه في المثلث كده رقم 5 اللي هو مخصص للحاجات الغذائية، وما يكونش بيتفاعل مع المواد الغذائية اللي بتتحط فيه. بتبتدي تغسليه كويس وتنشفيه، وقبل ما تحطي فيه المخلل حطي فيه كده معلقة خل، وابتدي بس رجيه كده فيه كتعقيم بسيط، واشتغلي فيه مفيش اي مشكلة. بس انا بفضل الازاز. ببتدي بقى ارص كده واظبط الشكل بتاعي. خلي بالك ان الشكل اللي انت بتعمليه هو ده اللي بيظهر في الاخر وبيديكي شكل حلو. بحرك بقى كده الفلفل والسكينة بقى او معلقة او اي حاجة، بوزعهم وببتدي احط باقي المخلل. مهم جدا ان احنا نكبس البرطمان كويس قوي، لان بعد ما بتحطي المية بيبتدي بعض المخللات بتبتدي تطفو كده، وبيكون البرطمان مش واخد كمية كافية، يمكن شوية صغيرين وتلاقي الباقي كله مية. فمهم جدا انك تكبسي البرطمان كويس وما تخليش فيه فراغات كتير. تحاولي كده تدخلي في اي فراغ تلاقيه تحطي فيه المخلل بالشكل ده، خصوصا يعني في مخلل الجزر واللفت والحاجات دي. بصوا لان هو بيكون في مكان بس ما بيكونش واضح. سامحوني بقى في التفصيلة دي، لكن انا ما حبيتش اعبي البرطمان كله مرة واحدة واقول لكم كده خلاص واوكي. حبيت اوريكم بس ان انتي ممكن يشيل معاكي فعلا كمية اكبر لما بتكبسيه كويس، وده مهم علشان خاطر ما يكونش فيه فراغات كتير ويبتدي يستوي معاكي، وما يحصلش للخضار ان هو يطفو على السطح وما يبقاش طايل المية ويبقى البرطمان فاضي من تحت. ببتدي بقى احط كده شرايح الفلفل مع الجزر بالشكل ده. انا هنا ما ضفتش اي نكهات مع الخيار ولا مع اي حاجه. ممكن طبعا الناس اللي بتحب نكهه الثوم ممكن تضيف ثوم، ممكن تضيفي ورق لورا. هنا دي الطريقه البسيطه جدا 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 للتخليل.
بس محلول ميه وهريسه ومش اكتر من كده. الفلفل انا بالنسبه لي اساسي في المخللات، وهو ده اللي بيدي التست الاعلى. تقدري طبعا تضيفي اي نكهه انت حباها زي ما تحبي. شايفين بقى؟ بصوا انا عماله اكبس في البرطمان، بصوا شال قد ايه، برغم ان هو كان باين انه مليان. كده خلاص خلصنا. بنبتدي بقى نحط المحلول الملح بتاعنا واغطيه تماما، نغطي الخضار كله او المخلل كله ما يكونش باين منه اي حاجه. ودي خطوه مهمه علشان ما يتعرضش للهواء ويتعرض لبكتيريا ويبتدي يعمل معانا ريم ابيض، ودي حاجه من الحاجات اللي بتعمل الريم الابيض. عندي بلاستيكه كده زي دي بتكون مخصصه للمخللات، لو موجوده عندك ماشي، مش موجوده تقدري تسيبي فراغ في البرطمان وتحطي كيس فيه محلول ملح من اللي انت بتعملي منه المخلل، وتحطيه بس كده تتقلي بيه على الوش. او لو البرطمان بتاعك واسع شويه تقدري تحطي طبق صغنن، اي حاجه بحيث انك بس المخلل كله يكون متغطي ومتغطس كله في الميه، مفيش اي حاجه منه باينه. بصوا بقى شكله حلو ازاي. عايزه اقول لكم في محلات المخلل بيرصوا رص طبقات، وبيتحط كمان حاجات تانية، في ناس بتحط ترمس، في ناس بتحط حمص، في ناس بتحط طبقات من الفلفل مع الجزر مع الخيار بيبقى المخلل عبارة عن بتديكي شكل جمالي لذيذ. فشكل رصة البرطمان دي هي اللي بتديكي شكل حلو. تعالوا بقى نعمل المحلول الملح اللي احنا استخدمناه في المخللات دي، ولسه هنكمل بيه باقي الفيديو. معايا لتر من المية المغلية. مهم جدا نغلي المية. انا غليت المية عادي جدا في الكاتل دوت لتر من المية، وهي سخنة او وهي دافية هضيف فيها الملح عشان ادوبه اسرع. بضيف على لتر المية 4 معالق ونص من الملح. المفروض النسبة المظبوطة للمحلول الملحي هي من يعني 8%. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي لتر هحط عليه 80 جرام مثلا، دي النسبة المظبوطة. لكن احنا وهحط كمان هنا معلقة من السكر، لكن انا حطيت 4 معالق وحطيت نص كمان عشان انا عايزة يعني ما المخلل بتاعي يبقى مقرمش ويعيش فترة اطول. النسبة المظبوطة هي من 8 ل10%، دي اقصى حاجة. ابتدي ادوب بقى الملح في المية وهي دافية علشان يدوب معايا اسرع. لو سبت المية تبرد وبعد كده جيت ادوب الملح مش بيدوب بسرعة كده. فانا بدوب المية والملح فيه وهي سخنة او وهي دافية، وبعد كده بسيبه يبرد تماما. ما ينفعش تحطي المية على المخلل سخنة او دافية، دي غلط، مش طريقة صح. بسيبها بقى كده على جنب تبرد واعمل بقى كل المخللات بتاعتي. طب انت لما تيجي تعملي هتعملي ايه؟ انت بقى هتخلي كيلو 2 3، اعملي بقى 2 3 لتر وحطي المقدار كله، وابتدي بعد كده وزعي على البرطمانات. بعد كده هنعمل مخلل اللفت. ناس كتير عندها مشكلة في تخليل اللفت وبيبوظ معاها او بيطرى منها ومبيبقاش مقرمش. اهم حاجة ان احنا نختار نوعية اللفت، بلاش اللفت الكبير قوي. شفتوا اللفتانة اللي وريتها لكم دي هتطلع في الاخر مش حلو. خلينا في اللفت الوسط او الصغير علشان ما تبقاش معاكي من جوه بيقولوا اللفت شيخ، يعني كبر شوية كده وبقى من جوه زي الاسفنج، وبيكون مش حلو ابدا. ولما بتبتدي تحطيه في المخلل بيبتدي يطرى ويفسد معاكي او يسود. شايفين بقى المخلات هنا الصغيرة، الحجم الصغير او الوسط بيكون حلو قوي وظريف، تقدري تقطعيه بالشكل اللي تحبيه. في ناس بتحب تخلله كده زي ما هو وبعد كده تقطعه. انا هوريكي هنا طريقة التقطيع ازاي تقطعيه. بنقطعه كده بالشكل ده سواء بسكينة، طبعا اهم حاجة الاول ان احنا بنغسله وبننضفه كويس جدا، وبنشيل لو في اي نتوءات فيها بعض التراب او مطرح التربة، يعني بنشيل كل الكلام ده تماما وبيتغسل كويس قوي. بنبتدي نقطعه صوابع سميكة، مش بنقطعه رفيع. شايفين؟ انا بقطعه صوابع سميكة زي كده، او سبت حتة اكبر شوية ممكن ترانشات كده مدورة، ولما يطلع تبتدي تقطعيه مفيش مشكلة. طريقته سهلة جدا وتقطيعه وشغله سهل قوي. انا مش بنقعه في ملح وبعد كده بخلله، لا انا بخلله على طول في المحلول الملح بتاعنا. مهم جدا ان احنا ما نضيفش على اللفت خل. انا ما بضيفش خل. الخل من الحاجات اللي بقول لكم بتسرع التسويه، وكمان بتطري معايا المخلل وبتخليه يستوي بسرعه، ومده يعني استهلاكه معايا بتكون اقل. بصوا بقى دي
رغم ان هي مش كبيرة قوي كمان. شايفين عاملة ازاي؟ عاملة زي السفنجة، تلاقوها طرية كده زي. لو لقيتي اي قطعة او اي واحدة فيها كده، انا بحاول هنا اقرب لكم. بصوا، دي لازم تستبعديها تماما لانها هتبوظ لك المخلل، هتسود، هتطرى، وهتبقى مش حلو خالص. فدي قبل ما تحطي المخلل دي وانتي بتقطعيها، خلاص دي تترمى، ما ينفعش انها تتخلل. طبعا ده مش بيبان من بره قوي، غير ان انت بتحاولي ان انت تكون المخللايه مثلا او جامده، اللفتايه جامده، بس برضو ممكن يحصل ده، تلاقيها فيها من جوه. بعد كده بجيب بنجريه كده صغيره وببتدي اقطعها كده شرايح صغيره. طبعا اللون بتاع المخلل اللي هو بنعمله بالبنجر، كل ما بتزودي بنجر كل ما اللون بيبقى قوي اكتر. انا بحب اللون اللي هو يبقى الروز الفاتح ده، ميبقاش لون غامق قوي. حابه تغمقي ممكن تزودي شويه في البنجر، لكن انا شايفه ان بنجريه صغيره على الكميه دي حلوه قوي. وبنقطعها صغير كده. بجيب بقى البرطمان بتاعي الحلو اللطيف اللي احنا معقمينه، وببتدي احط فيه طبقات من اللفت مع شرايح من البنجر. البنجر طبعا حلو جدا وقيمة غذائية عالية، وكمان بيدينا لون حلو كده ولطيف. وابتدي احطه، بكبس برضو البرطمان زي ما قلتلكوا، لان كمان اللفت من الحاجات اللي اول ما بيتحط عليها مية بتبتدي يطفو، فبتلاقي البرطمان فاضي من تحت واللفت عايم على الوش. هنبتدي بقى نقفل نحطه كويس، ونحط برضو المحلول الملحي ونقفله. المخللات دي بتستوي معانا في حدود قد ايه؟ بتستوي معانا يعني الخيار ممكن بعد 4 5 ايام هتلاقيه تمام. الكرنب برضو نفس الحكايه، لان هو مستوي قبل كده 5 ايام. يعني قولي في المجمل انت المفروض تفتحيها بعد اسبوع. بعد اسبوع هتلاقيها مستويه وتمام وكل حاجه. ايه اللي بيخلي المخلل يطرى معاكي؟ اولا بتسيبيه مده اطول من اللازم. ثانيا انتي بتعمليه مثلا، بتبقى نسبة المحلول الملحي عندك مش مظبوطة، الملح عندك قليل فبالتالي بيبتدي يطرى. لو الملح عندك مظبوط مش هيطرى. ايه اللي بيخليه يفسد معاكي ويعمل ريم؟ لو فتحتي البرطمان واخدتي منه، ما ينفعش ابدا انك تاخدي منه بمعلقة مش نظيفة، تحطي ايدك في البرطمان، او تاخدي كمان من المخلل وتبتدي تطلعيه على السفرة وتاكلي واللي يتبقى ترجعيه البرطمان. ده مش صح خالص. لو طلعتي مثلا كمية من المخلل، من فضلك ما ترجعهاش تاني في البرطمان، حطيها في علبة، حطيها في التلاجة لتاني يوم أو تالت يوم، لكن ما ترجعهاش أبدا تاني في البرطمان. لازم البرطمان يكون مقفول كويس، المية تكون مغطية وش البرطمان أو وش الخضار كله اللي انتي حطيتيه. ده مهم جدا. يبقى المحلول الملحي ده مهم. ال ال السكر مهم جدا لان هو بيدي قرمشه. بلاش خل، اعملوا المخلل بالطريقه دي هيعجبكم جدا وهتتبسطوا قوي. بلاش كميات كبيره قوي مبالغ فيها. ببتدي بقى ارج بعد ما حطيت المحلول الملحي اللي احنا عملناه العادي جدا. المحلول هو لكل المخللات اللي انا عملتها اللي انا وريتها لكم. وببتدي بقى ارجه بس كده عشان اللون يبتدي يظهر. في الاول هتحسوا اللون مش واضح، بس بعد تاني يوم كده هتبتدي اللون يظهر. انت بترجيه كده كل شويه بيبتدي اللون يظهر معاكي. عملنا بقى كميه المخللات الحلوه دي. بعتذر جدا على الفيديو ان هو طويل وفيه شويه معلومات كتيره جدا، لكن قلت افيدكم. انا قلت بس افيدكم بكل المعلومات اللي موجوده واعرفها عن موضوع المخلل. عايزه كمان اقول لكم حاجه مهمه. لو اشتريتي مخلل من بره او عملتي مخلل في البيت وطلع معاكي مالح شوية، حاولي قبل ما تاكليه يا اما تطلعيه تحطيه في شوية مية علشان يفقد جزء من الملح، او انك تغيري المحلول الملحي بتاعه بمحلول ملحي اقل علشان يكون تركيزه مظبوط. اتمنى كل الوصفات اللي بقدمها تعجبكم. قولوا لي رايكم في الكومنتات، جربوه، واشوفكم ان شاء الله في الجزء التاني من المخلل فان فود مع مورا. باي باي.